ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، متنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ايه ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد هنتكلم فيه عن استعدادات غزل للامتحان وليه هي خايفة قوي، وهنعرف غزل عملت ايه في اول يوم امتحان ليها وليه قالت ادعولي، وهنشوف رد فعل ايه احلى على غزل وليه اتعصبت عليها جدا، وهنعرف ليه أمنية القوة كانت مصدومة جدا في سندريلا غزل، وهنشوف أول كواليس لأولاد العيلة وهم جايين من المدارس، وأخيرا معانا خبر جديد عن صالح أو مسلم. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بسندريلا غزل، والحقيقة آية وغزل كانوا في الكواليس عندهم تصوير، وبالرغم من كده آية أحلى قعدت مع غزل عشان تراجع لها دروسها لأن امتحاناتها قربت جدا. يويا قالت إن غزل شطورة قوي والميس كمان بتشكر فيها جدا، وطبعا غزل مش عاوزة تذاكر لوحدها في البيت عشان كده قعدت تذاكر مع آية في التصوير. بس آية استحلفت لغزل وقالت لها عارفة لو الميس ما سمعتيش كويس معاها هتشوفي يا غزل. فرحنا جدا ان غزولة العسولة كانت شاطرة وعرفت تتملى كمان الكلمات كويس جدا. آية كمان سقفت لها، وطبعا هتتفاجئوا ان أمنية القوة هي اللي بتصور آية أحلى وسندريلا غزل. تعالوا بقى نشوف رد فعل آية أحلى وليه عصبت جدا على غزل. المشكلة يا جماعة ان غزل لخبطت في التسميع مع آية، وآية أحلى اتضايقت منها جدا وكان رد فعلها صعب قوي. آية رمت الكشكول وقالت أنا مش متفائلة، بس كملت معاها المذاكرة تاني وقالت لها انتي مش مركزة، وده طبيعي لأن غزل وآية مش في الشقة والتصوير بيشتت غزل عن المذاكرة ومش هتعرف تركز. عاوزين كل فانز برنس مصر يقولولنا هما بدأوا امتحانات ولا لسه بيستعدوا للامتحان زي سندريلا غزل، وطبعا بندعي لكل الفانز ربنا يوفقهم وينجحوا ويطلعوا كمان من الأوائل. ودلوقتي تعالوا نشوف تيك توك سريع جدا لآية أحلى وغزل وهما بيذاكروا، بجد هيعجبكم جدا، ونرجع تاني على طول. عايزك ترفع راسي لفوق ان شاء الله يا ابوي. شوف عايزك كده ترفع راسي لفوق. ربنا يقدرني يا ابوي. حياة اللي خلفوك يا خلف ترفع راسي لفوق. ما قلنا هنرفعها يا ابوي. ودلوقتي تعالوا نشوف غزل عملت ايه في اول يوم امتحان ليها. غزل النهارده كان اول امتحان ليها، يا عيني كانت خايفه جدا وطلبت من كل الفانز انه يدعي لها. يا رب تنجحي يا احلى غزوله وتطلعي من الاوائل. بجد يا جماعه كانت بتراجع قبل الامتحان، وسبب خوف غزل بسبب ان الترم الاول كانت درجاتها مش حلوه قوي، عشان كده المره دي عاوزه تنجح الترم ده وتطلع من الاوائل. آية أحلى كمان أول مرة تحس إنها شايلة هم غزل في الامتحان كده. بصراحة استغربنا جدا من خوف غزل وآية من الامتحان، هو كويز وسهل جدا على غزل. وطبعا غزولة راحت الامتحان ورجعت وقالت إن الامتحان كان صعب جدا ومعرفتش تحل كويس. غزل كانت بتهزر مع آية وبتعمل مقلب فيها، لكن هي حلت كل الامتحان وطلعت شاطرة خالص، بس قالت ان في حاجة واحدة ما حلتهاش. ودلوقتي تعالوا نعرف ليه أمنية القوة كانت مستغربة ومصدومة جدا في غزل وآية. والحقيقة غزل كانت رابطة ايدها وكمان راسها وكأنها متعورة. آية قعدت تقول لها سلامتك يا غزل سلامتك يا قلبي، وهنا أمنية اتصدمت وكمان كانت مستغربة قوي من كلام آية، لأن غزل كانت مش متعورة بجد، وده كان دورها في فيلم وعملت الميك اب قبل الغدا، عشان كده شفنا أمنية القوة مستغربة خالص من كلام آية. هما هنا كانوا بيتغدوا كشري، الحاجة هند وآية أحلى قالوا إنهم عمرهم ما كانوا كشري زي اللي في السعودية، وطبعا بنبعت تحية كبيرة جدا مننا لكل الفانز اللي في السعودية. المهم يا جماعة أولاد العيلة كلهم كانوا راجعين من المدرسة وكان منهم تيتو، بس ضحكنا قوي وقال ان الامتحان كان صعب قوي وكان متضايق جدا ومتعصب. آية ضحكت له وقالت له انه وحشها جدا.
وطبعا احلى كوكي كانت جاية لسه من الحضانة، وفيروزة وكمان حياة وصالح. دلوقتي واخيرا تعالوا نعرف اخر اخبار صالح او مسلم. الحقيقة صالح شاركنا بالصورة دي على الانستا ليه هو واصحابه في المدرسة. اكيد دلوقتي صالح بيستعد لامتحاناته، ربنا يوفقك يا صالح وتنجح وتطلع من الاوائل. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو ظهر معانا اسم ندى حمو كام مرة؟ شوفوا الفيديو وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.